سلام بنات، ان شاء الله اليوم نشارك معكم حلوة الغرة في عشاق حلويات زمان. ما كاينش فينا اللي ما كانش كيحماق على هاد الحلوة. مقادير بسيطة وطريقة سهلة، كنتمنى تعجبكم. نبداو على بركة الله. هنا البنات احتاجيت 3 الكيسان ديال الفورص، احتاجيت خمارة ديال الحلوة، ما ديروهاش كامله، خليو واحد شويه. هنا واحد الفاني تحسين الذوق، شويه الملحه، ونحتاج هنا الماء شويه يكون دافي اللي يجمع العجين. هنا اللي عندكم العجانه عجنوه بالعجانه، ما عندكمش عجنوه بايديكم. المهم العجين تكون شويه رطبه وما تكونش سائله. هنايا البنات خليها ندهنها بالزيت، غنخليها واحد 15 دقيقه ترتاح بين ما وجدت المكان اللي هانتوما البنات بعد ما ارتاحت العجين شوفوا كيفاش كتولي. خليوها قد ما خليتوها ترتاح 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. هنايا دهنت يدي بالزيت وغندير هنا كويرات صغار، غنستفهم على هذا الشكل. صافي هنا غنحط ندير شويه الزيت، هنا احتاجيت شويه الزيت وغنضيف شويه الفرص على هذا الشكل. صافي نقرصها حتى رقيقه شويه على هذا الشكل. شوفوا العجينه كيفاش كتجي رطبه، ما كتقطعش معاكم، يعني انكم تحتاجوا تخليوها تدلكوها مزيان وتخليوها ترتاح. صافي على هذا الشكل. انا هنا دابا البنات راني ضفت الزيت كيسخن. هانتوما البنات انا راه غنضيف داك الغراف نيتليك كما كنقولوا ليه، داك الحك ديال المطيشه او ديال الكوفيتير، كانوا فاش كنا كيديروا مواتنا، وانا درتها اليوم كترجع شويه لزمان. لا عندكم هكا كيتباعوا دوك غريفات راهم كيتباعوا، او عندكم شي كاسرونه، المهم اللي متوفر عندكم. نتوما غنشرطهم هكا بيتزا او ديك الجراره ديال البيتزا او موس. نتوما وحده كنهزها وحده على هاد الشكل. حاولوا بسرعه لان العجينه كتكون رطبه. صافي على هاد الشكل. انا كما قلت لكم دايره الزيت كيسخن. هانتوما شوفوا حاولوا شويه لان ملي كديروا الزيت شويه كيطلع الفوق على هاد الشكل. حاولوا تبعدوا. صافي هنايا تنبقى نهبط على هاد الشكل باش تحمر. صافي انا غنستمر على هاد الكيفيه حتى نكمل الحلوه ديالي كامله. وكتجي على هاد الطريقه البنات ملي كديروا الدقيق راه ما كتجيش شاربه الزيت. انتما البنات من بعد ما طابت كتجي على هاد الشكل، كتجي خفيفه ما كتجيش شاربه الزيت. وكنتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر. انا هنا كتزين درت ليها سكر كلاصي، وممكن تضيفوا فوقها العسل، تيبقى لكم الاختيار على هاد الشكل. كنتمنى يعجبكم الفيديو وتخليو لي اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد قناتي. كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم. تهلاو ليا في راسكم.